اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده هنعمل العدس الجميل طبعا اللي اللي يدفينا في الشتاء ده وفي البرد ده. هندخل بقى على المقادير يا حبايبي. احنا معانا دلوقتي طماطمتين، ومعانا بصلتين مقطعينهم حتت صغيره، ومعانا دي العدس اهوت، واحنا غاسلينه غسله كويسه كده. طبعا بقى بنجيب بقى الحله اهوت. طبعا ونعلقها على البوتاجاز يا حبايبي. طبعا بقى بننزل بالايه. طبعا معانا دلوقتي معلقه سمنه، ومعانا توم مفروم. ده اول حاجه بنعملها. ننزل بقى بالثوم في قلب السمنه اهوت. طبعا مع التقليب لحد ما يصفر يا حبايبي. ما نحرقوش عشان ميبقاش ممرر في الاكل، يعني ما نصفروش قوي. يا دوب بس حاجه بسيطه كده. ادي يا حبايبي اهو. ادي احنا كده مصفرين العدس اهوت في قلب السمنه. ادي وبعدها بقى بننزل بالايه. ننزل بقى بالطماطم وننزل بالبصله. زي ما انا قلت لكم طبعا احنا مقطعين حتت صغيره. ادي يا حبايبي ونبدا بقى ناخدها بقى كده، يعني تسبيكه بسيطه كده مع بعضهم، التوم مع البصل مع الطماطم. اهو يا حبايبي اهو. اللي طبعا الريحه بقى ما اقولكوش، يعني ما نكون بقى كده مقلين التومه كده. مع طبعا لما بنصفرها وننزل بقى بالطماطم والبصل. الريحه بصراحه انا بحب، يعني بعشق انا ريحه التوم دي جميله قوي، باجي اسبكها في اي حاجه كده. ما شاء الله جميله. ادي يا حبايبي اهو. آه. هنبدا بقى زي ما أنا قلت لكم نسبكها في قلب التوم اهوت أهو. ادي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، بصراحة جميلة جدا. والطريقة سهلة وبسيطة جدا، وطريقة العدس دي بقى بصراحة هتجربوها ان شاء الله. والله العظيم بإذن الله يعني مش هتبطلوا تعملوها، سهلة وبسيطة جدا. طبعا زي ما احنا قلنا احنا سبكنا كده الطماطم في البصلة في الثوم وكده. طبعا احنا زي ما انا قلت لكم احنا كنا غاسلين العدس يا حبايبي. طبعا نزلنا بقى بالعدس هو كمان اهوت، نديله بقى تقليبة وتشويحة كده. طبعا بقى بنشوح كله في بعضه بقى اهو. طبعا بقى تقليبتين كده مع بعض مع اهو، ونشوحهم مع بعض كده يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين اهو. ادي اهو يا حبايبي. لان كل ما بنشوح قبل بقى بنزود الميه بتاعته. طبعا التشويح ده بيخلي الحاجه تشرب من بعضها كده، المكونات اللي عندنا ديت. ادي يا حبايبي اهو. اهو يا حبايبي. طبعا وننزل بقى بالميه. بس طبعا يعني يا ريت تكون الميه مغليه يا حبايبي. ادي اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا يعني طبعا يعني احنا يعني طبعا احنا بنزود الميه حسب يعني كميه العدس اللي انت عاملاه. ربع كيلو، نص كيلو. ده يا حبايبي. وطبعا لما يعني بنزودوا الميه شويه بيكون احسن، بدا لان يعني طبعا يعني ما بعد ما بيستوي ما بنزودوش ميه تاني عشان تبقى يعني بتنزل حلاوه المكونات بتاعتنا ديت في قلب الميه اللي احنا منزلينها. اه يا حبايبي. اهو ما شاء الله كده ده كله متقلب في بعض اهوت. بسم الله ما شاء الله. جميله جدا. احنا بقى عارفين بقى ان الشتاء والسقعة والبرد بيحب العدس. ليه بقى؟ طبق العدس ده بقى ما شاء الله بقى، شوربة العدس دي بتبقى جميلة وبتدينا طاقة كده وبتدفي الجسم بقى. اه يا حبايبي. ان شاء الله تجربوا الطريقة. وبإذن الله تكون سهلة وبسيطة كده بإذن الرحمن. وتضغطوا بقى لايك واشتراك في القناة بتاعتي، ولو أول مرة تشوفوني تضغطوا لايك واشتراك، وتضغطوا وفعلوا زر الجرس، واضغطوا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايبي. اهو كده بقى طبعا العدس اهوت اخد طبعا خد غلوه بقى اهوت زي ما انتم شفتوا حالا. وطبعا بقى بنسيبه بقى ساعات ونديله بقى كمان نص ليمونه اهوت يا حبايبي. ليه بقى الليمونه؟ لان ما شاء الله الليمونه بتخلي لونه ما شاء الله اصفر زي الكهرمان. يبقى ده يا حبايبي اهوت، يبقى ده كده الليمونه. احنا قلنا بقى بتخلي العدس ما شاء الله اصفر وجميل كده كهرمان. نبدا برضو نديله تقلبتين. ادي يا حبايبي. كده نديله بقى تقلبتين تاني، ونبدأ قدام طبعا هو غلي. ما بنسيبوش بقى النار عالية عليه عشان ما يشيطش. فبنعمل بعد بقى ما بياخد الغلوة ديت وزودنا نص ليمونة زي ما انتم شفتم. نبدأ نغطي بقى الحلة ونوطي عليه. يا حبايبي شايفينه بيغلى اهوت. نوطي بقى عليه ونسيبه بقى يستوي براحته. ادي يا حبايبي. طبعا ده كده ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كده بعد ما استوى اهوت حبايبي اهو.
بتلاقيه بقى ما شاء الله حاجة كده سبحان الله، يعني ما شاء الله جميل جدا، والريحة بقى هيت يعني الله أكبر. طبعا بقى العدس لما بيغلي بقى في التوم مع الليمونة مع الطماطم مع البصلة، ما شاء الله يا حبيبي والله العظيم الريحة جميلة جدا، أقسم بالله ريحة رهيبة. ادي يا حبايبي اهوت كده بقى بعد ما استوى، ادي يا حبايبي اهو. نديله بقى تقلبتين. وطبعا احنا ساعة ما بيستوي كده طبعا بيبقى نسيب الايه طبعا العدس يبرد شوية. طبعا بقى زمان كان بيعملوه بحاجة اسمها مفرك كده، لكن احنا دلوقتي خلاص مبقاش الكلام ده بقى يا حبايبي، يعني ايام بقى جدتي وجدتك وستك وستي وكده يعني. فطبعا بقى بطريقة امي ربنا يديها الصحة. طبعا بقى ايه بنعمله في الخلاط يا حبايبي. طبعا احنا كده هنا سيبنا بقى ايه العدس على ما برد، عشان طبعا غلط ان احنا نحط سخن في ايه في شفشق الخلاط. اهو يا حبايبي اهو. طبعا بقى بننزل بالايه العدس كله فين في قلب الخلاط، في قلب شفشق الخلاط اهو. ادي يا حبايبي. فطبعا بقى لو لقينا يعني ايه العدس يعني إيه تقيل، طبعا فنضطر نديله ايه سنة مية علشان ما يبقاش تقيل على شفشق الخلاط يا حبايبي. طبعا احنا هنا اهوت جينا طبعا لما حطينا العدس في الخلاط طبعا ما شاء الله تبارك الله اهوت ايه فرمناه في الخلاط اهو يا حبايبي. وادي كده العدس اهو بعد ايه ما فرمناه في الخلاط اهوت. ادي اهو جميل جدا. نيجي هنا بقى الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. طبعا بقى معانا الحله بتاعتنا طبعا معلقه سمنه برضو او زيت حسب المتاح. احنا برضو احنا قلنا ما بنربطش نفسنا على حاجه معينه. طبعا هننزل بقى ببصليه اهوت بنكون مقطعينها، وطبعا بقى ايه هنصفرها اهو. ادي حبايبي مع التقليب بقى طبعا ونكون معلين بقى ايه النار بتاعتنا اهو. طبعا بقى نبدا ايه بالتقليب كده لحد البصليه ما ايه تصفر معانا اهو يا حبايبي. ان شاء الله كده الطريقه سهله وبسيطه جدا، وباذن الله تعجبكم بامر الرحمن. ادي يا حبايبي. طبعا بقى ريحه البصله برضو في التشويح دي بتبقى إيه سبحان الله جميله جدا ادي يا حبايبي اهوت. البصليه بقى اهوت بعد ايه ما صفرناها معانا يعني. فطبعا بقى النار كانت عاليه شويه في ايه فيعني انت عارفين جت من الجنب كده واتحمرت شويه معانا. طبعا احنا صفرنا البصله وحمرناها اهو زي ما انتم شفتم. طبعا بقى بننزل بايه ننزل بالعدس اهوت. ادي يا حبايبي كده نزلنا ايه بالعدس فوق الايه البصلايه اللي هي متحمره ادي. طبعا هنعلي النار لحد برضو ما ايه ما ياخد غلوه اهو. طبعا بقى بننزل بقى البهارات بتاعتنا معانا بقى ايه سنه كركم، لان الكركم برضو بيزيد صفار العدس وايه وبرضو رغم ومع انه بيدي برضو يعني بيصفر لون العدس برضو، بس يعني ايه هو مفيد جدا للجسم وبيقوي المناعة طبعا عند الإنسان. طبعا يعني الكركم ايه فوائده كتيرة جدا. طبعا مع معلقة فلفل أسمر يا حبايبي زي ما انتوا شفتم. والملح بقى ما بننزلش بيه إلا في الآخر. يبقى احنا ننزل حالا بإيه معلقة سنة كركم مع مع الفلفل الأسمر اهو يا حبايبي. واحنا بقى العدس اهو في الحلة اهو زي ما شايفين مولعين عليه على العين التانية اهو يا حبايبي. ماشي بقى يغلي كده براحته. ونجينا بقى في قلب الطاسه بتاعتنا نعمل ايه بقى معانا برضو معلقتين سمنه. وننزل بقى بالشعريه. طبعا العدس بالشعريه بقى ما اقولكوش حاجه ما شاء الله فوق الوصف اهوت. نبدا بقى ايه بتحمير الشعريه، مش تحمير جميل، يا دوبك نصفرها كده بلون الذهب كده اهوت. بسم الله ما شاء الله ريحه الشعريه في التحمير ما شاء الله تبقى جميله جدا. وطبعا زي ما احنا شفنا العدس على العين التانية طبعا على ما ياخد له بقى غلوة كده. وطبعا الشعرية تكون اصفرت معانا اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جميلة جدا اهو يا حبايبي اهو ما شاء الله. طبعا بننزل بقى عليها بنص كوبايه ميه، عشان لو احنا حطيناها كده بعد ما تتحمر في قلب العدس طبعا هتعمل هتنزل في القعر وتشيط مننا. لكن طبعا اهو لما هنا بنديها نص كوبايه ميه اهو يا حبايبي. طبعا بتاخد نص سوا فين في قلب الطاسه، وبنسيبها بقى لما تاخد لها غلوتين ونحس الناس استوت نص سوا كده اهو يا حبايبي كده غليت اهيت. وادي كده الملح بتاعنا احنا زي ما أنا قلت لكم احنا ضفناه في الاخر اهوت عشان مش كتر الغليان هيخلي العدس يحدق معانا قوي. هو يا دوبك في الاواخر قبل ما بنضيف الشعريه بنبدا ننزل بقى
بالملح بتاعنا حسب الحاجة وحسب ما انت عايزة بقى، عايزاه ايه، حادق شوية، عايزاه عادي، يعني كل واحد وحسب براحته طبعا الملح. طبعا احنا هنا احنا كنا سايبين الايه، كنا سايبين العدس على اسفة، كنا سايبين هنا الشعرية على ما تاخد ايه تستوي شوية كده من اهي يا حبايبي. طبعا بقى لما بنعمل الخطوة ديت، لما بنيجي نحط الشعرية في قلب العدس يا حبايبي اهوت اهي، ما شاء الله شايفينها هي استوت اهي ما شاء الله. طبعا لما بنحطها بقى في قلب العدس كده بتبقى الشعرية عايمة في قلب العدس، ما بترقدش في القعر، ما بتنزلش بقى في القعر كده وبتلزق اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. الريحة طبعا والله يا جماعة اقسم بالله خرافة ما شاء الله، جميلة تحفة. والله العظيم اقسم بالله هتجربوا الطريقة بتاعتي ديت ما هتبطلوها. وطبعا الطريقة ديت انا اتعلمتها من امي ربنا يديها الصحة. اه يا حبايبي، ويخلي امهاتنا جميعا يا رب. اه يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين اهو بقى، احنا كده نزلنا بالشعريه اهوت وحطينا ملحنا وبهاراتنا وكل حاجه. وطب اهي وكده كده بقى ايه، سن البهارات برضو خفيفه كده اهو، عشان ايه يزيد بقى الطعم بقى حلاوه كده طبعا اهي. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. بألف هنا وشفا يا رب، والطريقه تعجبكم باذن الله. وما تنسوش بقى ايه اللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي. اهو بسم الله ما شاء الله جميل جدا، الريحه الله اكبر اهو. شفتوا بقى طبعا بقى مع التقليب الشعرية ما تنزلش في القعر الحلة. تلاقي بقى الشعرية اهي في قلب في قلب الحلة ما شاء الله. ونيجي هنا اهوت طبعا كده العدس بتاعنا وبعد ما استوى وغرفناه ما شاء الله جميل جدا. والف هنا وشفا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.